عمرك اتوصفت بالأنانية لمجرد إنك قلت لأ أو حطيت حدود لوقتك ومحدش عجبه؟ طب إيه الفرق بين إنك تبقى بتحترم نفسك وإنك تبقى فعلا أناني؟ فتعالوا نحكي شوية عن الموضوع ده، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين إن إحنا هنا في أنتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها، فيلا بينا نخش في الحلقة. عارف الشخص اللي بيقولك يا عم تعالى معانا مش هنأخرك، وبعدها تلاقي نفسك ضيعت يومك كله؟ ساعتها بقى انت لو كنت قلت معلش عندي شغل او محتاج ارتاح، ساعتها اول رد هتسمعه ايه يا عم انت اناني كده ليه، او فوقك بس مش هنتأخر. بس الحقيقة ان في علم النفس بيقولوا ان اكتر صفة بتحافظ على طاقة الانسان هي القدرة على قولة لا من غير تأنيب ضمير. يعني لو عرفت تحافظ على وقتك انت كده بتحافظ على نفسك، مش بتبعد عن الناس. ويمكن اللي يزعل دلوقتي بعدين هيشوفك واقف على رجلك اكتر. فاوقات الحماية مش انانية، دي صورة من صور الاحترام. في بنت اعرفها كانت كل مرة اصحابها يطلبوا منها تسيب الشغل اللي في ايديها وتطلع معاهم مشاوير حتى لو كان عندها شغل فتوافق، وفي الاخر الشغل بيتاخر وهي اللي بتبقى مضغوطه ومتضايقه من نفسها جدا. لحد ما في مره قالت لهم اسفه مش هقدر اجي ومحتاجه اخلص الشغل اللي ورايا. المفاجاه هنا اللي قالوا عليها انانيه في الاول بقوا بعدها يحترموا وقتها اكتر، لان في الحقيقه الناس بتاخدك على قد الحدود اللي انت بتحطها، فاللي يزعل من حدودك كان بيدورك عشان مصلحته مش مصلحتك. علم النفس بيفرق بين الانانيه والاحترام النفس. الاناني بيفكر في نفسه بس ومش فارق له اللي حواليه، لكن اللي بيحترم نفسه بيوازن بينه وبين غيره. يعني انت تقول انا محتاج وقتي دلوقتي بس كمان مش هسحب السجادة من تحت رجلي للناس، وده فرق صغير بس بيغير كل حاجة في العلاقات. فاللي يعرف يوازن بيبني علاقة صحية مع نفسه ومع غيره. بس خد بالك ساعات بنستخبى ورا كلمة أنا بحترم نفسي عشان نهرب من المواجهة أو عشان مش عايزين نتعب، ودي مش قوة، دي هروب. الفرق الحقيقي إنك تبقى عارف أنت ليه بتقول لأ، وهل عشان تحمي وقتك بجد ولا عشان مكسل تواجه. هنا بيبان في مين فعلا بيحترم نفسه ومين مستخبي. فالصراحة مع النفس أهم من أي صراحة مع الناس. وفي الآخر احترام وقتك مش قلة ذوق خالص، والأنانية مش إنك بتقول لأ، الأنانية الحقيقية إنك تضيع نفسك عشان ترضي الكل. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.